الله. بص ميني بيردز. بصوا يا جماعه قد ايه الحمام فوق الشجره. This is Balinese temple. Yeah. What do you carry? What do you carry on And the day is special day. middle school? My son is here school in middle school. In this school? Yeah, they school. This kid, yeah. He was in student, this school. student. Yeah, student. Yeah, my ابنه كان يا جماعه في المدرسه اللي هنا دي على النصر. ابن عم نوره في المدرسه هنا، كان ستودنت في المدرسه. my son school here. هو دلوقتي في تانية حربيه ولا تانية شرطه حاجه كده. هو ده بتاعه. He was To my son to school here. سنه ثالثه. Yeah. He was here. Huh? Yeah. Hi. How are you? Bye. الامتحان كان كويس؟ كويس. عند البوابتين دول او البوابه دي اسمها هندارا جيت دي اسمها جيت اوف هيفن او my friends say hi from where? My love story Italia. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono dell'Italia. You don't know this song? Buongiorno italiano, buongiorno Maria, buongiorno Dio. Sai che ci si marca. Bravo. This is the gate of heaven, right? Gate of heaven. Another one. This bus Handara gate. Many gates. This is the best. One of The the best. second, I guess. Maria maybe like not too much the gate. She want electric one, modern one. في مكان اسمه كاليمانتان، ده النيو كابيتال اوف اندونيسيا. دول طبعا على غرار ماليزيا وسنغافور وطبعا ايجيبت. كل ده هيبقى عنده العاصمه اداريه خاصه بيه زي ماليزيا وزي سنغافوره. ونتمنى نشوف كاليمانتان نيجي نستكشفها لما يخلصوها ان شاء الله. ومستر نورا we will go to Kalimantan after they finish. دي فندق من احلى الشلالات اللي ممكن تزوروها. مش ده، دي ترعة. Okay, this is for you. This is for you. And this is for you. And this is for you. And this is for me. The big one. Okay, thank you. I take the ticket. خدنا التيكت.
واحد من اخواتنا الجزائريين هنا، هو اتولد في فرنسا، بيتكلم عربي شويه not perfect in Arabic. حمزه اتولد في فرنسا، بس باباه جزائري وفادر الجيريان، والأم جزائرية. والام من ايه؟ حته عربي بقى، ادينا حته عربي. الأب جزائرية والأم جزائرية. طب ايه انت بتعرف تتكلم اهو شويه ها؟ مصر احلى في الكوره ولا الجزائر؟ ها؟ مصر في الكوره الفوتبول. Your national team the best or my national team? أفضل Algeria. ما انا بقول له شويه الجزائر وشويه مصر. Sometimes Egypt. It's better like that. both. شكرا لكل اخواتنا الجزائريين يا جماعه. Viva Arab. This one? Yes, it's traditional Balinese. يا جماعه طبعا عشان في الفروت، دراجون فروت وكل انواع الفاكهه الاسيويه بقى الجميله قدام الريزورت على طول. تاخد الفاكهه بتاعتك، ده سنيك فروت ودراجون فروت والباينابل. What is this fruit name? مانجوستين. this is مانجوستين، ودي فاكهه المانجوستين مشهوره بيها اسيا. والمانجا. Push up near maybe. اللي هو كوفي ها؟ Yeah, parent maybe. اللي هو it's animal. Yeah, It's an animal. yeah. But wash by hot water. hot water. Yeah. wash by hot water. Yeah. بيقول لي احنا دلوقتي يا جماعه احنا المفروض ان احنا هنشوف العمليه بتاعه اللواء او الكوفي بتاعه حيوان اللواء. حيوان اللواء ده يا جماعه حيوان بيعيش في اسيا عموما، وتحديدا في بعض الاماكن مثلا زي بالي، وبيعمل قهوه. بيعمل قهوه ازاي بقى دي؟ بيعمل حمام، بيعمل بيبي يعني، سوري يعني في اللي هقوله لكم ده قرفكم شويه، بس هي القهوه كده. والقهوه المفروض ان قهوه غاليه يعني. سبيشالست. They are a specialist of making بيبي. اللي هو دول بيعملوا بيبي، تمام؟ بياخدوا البيبي بتاعه ده يعملوه بطريقه تحميص او حاجه، او ينشف او حاجه كده. احنا هنشوف الطريقه دلوقتي. وبعد كده بيعملوه قهوه يا جماعه. والقهوه بتاعت اللواء دي، قهوه اللواء دي من اغلى القهوات في العالم. يعني بيقول لك بتتباع لاوروبا وبتتصدر مش عارف، ممكن الفنجان بتاع القهوه مثلا $70 او $100. ممكن يعملوا بيشرب بالبي. دي حيوان. دلوقتي يا جماعه احنا في مكان تصنيع قهوه الحيوان اللواء كوفي. حيوان اللواء اللي هي قهوه اللواء او اللواء كوفي. هنشوف البروسيس بتاعتها بتتم ازاي، وعمليه تحضير القهوه دي، وازاي بياخدوا بيبي الحيوان ده وبيعملوه قهوه جاهزه للشرب. ان هي كمان بتعتبر من اغلى القهوات في العالم. اغلى قهوه في العالم. الاوروبيين والاستراليين بيبيعوها عندهم الفنجان حوالي $50 او $100. تخيل انت بتبيب $50. تعالوا نشوف. كاردمون. This is دلوة. Yeah, this. واو. ده يا جماعة حيوان اللواء اللي بيعمل قهوة. قاعد مأنتخ اهو، وقهوته أغلى قهوة في العالم. ضرة بالي. This is the most expensive coffee in the world. دي أغلى قهوة في العالم بيعملها اللواء، الحيوان الجميل ده اللي نايم مأنتخ لنا ده. Can you make him look? This is sleepy. Later you can see on the table we have the friendly one you can touch. Really? Yeah. The people they walk around and we collect the food. Yeah, later you can see the sample of the food there. But the poo, when we collect the poo, not smell. Because the animal is vegetarian. Vegetarian. Yeah, not like coffee bean. His baby is very good. Yeah. Also they eat papaya. No anything. Yeah. No Papaya, smell. banana. Yeah. Joking. When Papa drink the coffee ginseng. سبحان الله. ده الزرع بتاع. This is the roots for the ginseng. Yeah, the roots. Papa drink the coffee ginseng. Papa strong, Mama happy. Again. Yeah. Papa drink the ginseng coffee. Papa strong, Mama happy.
اوكي بيقول لي يعني ان الجينسنج ان بابا بياكل الجينسنج، عندهم مثل بيقول كده، بابا بياكل الجينسنج ماما تبقى سعيده، عشان طبعا انتوا فاهمين. Coffee by traditional way. اه And can see the process. بيعملوها بالطريقه التقليديه بتاعتهم. This is Balinese coffee. Yeah. I tried it yesterday. Yeah. Strong, yeah. It was Then very the nice. cacao, the same like over there. And this the luwak too. This is the luwak. اهو يا جماعه البيبي بتاع اللوق. انا البيبي Yeah, before clean تخيل هنشرب دوت، بس انا مش هجربه. from top. This is the most expensive coffee. Yeah. Taken from this. They take it from this. From the. And we cleaning by hot water. بيقول لك بينضفوه الاول بالميه السخنه. It become like this. This is the bee. Yeah. After the clean. After you wash it by. Yeah. After we wash, become like this. And we take off the skin. You take the skin. Yeah. Take off the skin. بيقشروها يا جماعه بعد كده، وبتتبقى دي. Just we take the bean. This one. Yeah. ده البيبي يا جماعه اللي انا ماسكه بتاع الحيوان، بعد لما بيحطوه في الميه السخنه ويقشروه بتبقى زي كده. دي اغلى قهوه في العالم اللي هو كوفي. بعد ما after you wash it by hot water. Yeah. We after clean like this. Yes, take off the skin Roasting. and Roasting. بيطبخوها بقى، بيحمصوها يا جماعه يعني. هاي how are you ماما؟ good. بصوا بقى بيعملوها ازاي. بيعملوها على النار، الست الجميله دي بتعملها، تحمصها. after it be like Become like this. بعد كده بتتحمص يا جماعه وبتبقى زي كده. This one. Can I touch? Yeah. This normal coffee. Yeah. This is the normal coffee. This is the لوا بي. No, ده يا جماعه حيوان اللوا اللي بيعمل بيبي وبيبيع البيبي بتاعه بفلوس. برنس. This is the لوا or this is toy? Real? No, because maybe he is sleeping. Hi, Mr. Loa. Your bee is very expensive. Did you try the coffee? No, not yet. Yeah, We thought me too. about taking it back home. Me too. Okay. thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Yeah, you can try. No, maybe he is sleepy or something. He always sleepy like this? Yeah, because the in the day they sleeping active at night. اقول له يا جماعه نايم منتخ هو على طول. Thank you Mr. Loa for your baby. Say something for them. ده نايم قاطع. العيله التركيه الجميله دي يا جماعه اصحابي وناس محترمه جدا، وقابلتهم في بالي، والشعب التركي والشعب المصري هيفضلوا بيحبوا بعض. ملناش دعوه بالسياسه، احنا الشعوب اسلاميه وشعوب عربيه وتركيا ومصر. الشعب نفسه ملناش دعوه بالحكومه، الشعب ايد واحده. عفوا. مصر ايوه. اربع مرات. سنه كام؟ مصر كتير يعني. والقاهره يعني بلد كانه بلدي اسطنبول يعني. بتحبوا مصر جدا، والشعب جداً. التركي بيحب الشعب المصري. الشعب التركي طبعا يعني بين الشعبين ما في بروبلم، ما في بعيد عن السياسه، احنا شعب يعني بنحب شعب بعض. بنحب بعض ايوه. ايوه. ايه رايك في الاكل المصري؟ والله كلت؟ يعني قريب لاكلنا، قريب الاكل التركي يعني. قريب شويه. قريب شويه يعني. بس احنا تقيل هيفي. انتوا في ارواح يعني، في بهارات كتير. بهارات كتير. ايه اللي عجبك في مصر زرته؟ يعني التاريخ ايش يسموه؟ الهيستوريكال بليسز يعني. ايوه هذا كثير يعني. الفرعوني الفرعوني رحت فين في مصر؟ القاهرة؟
رحت القاهرة، وايه تاني؟ ورحت شرم؟ النيل، الباخرة، زرت الاهرامات. ايوه الأهرامات. كل النيل يعني النيل شيء كله. بالباخرة، يعني عجبتني كثير يعني. ايه اللي بيميز يعني مصر في الفترة اللي انت زرتها، وايه اللي شفته غريب شوية عن تركيا، ولا انت حاسس ان هي قريبة شوية لمصر؟ يعني الشيء الغريب طبعا في فرق يعني بين الشعب ما في فرق، بس بين التاريخ التاريخ، الحضارة نفسها حضارة مختلفة. قريبة يعني الحضارة. بس طبعا يعني البلد نفسها، طبيعة البلد مختلفة شوية. طبعا طبيعة البلد مختلفة طبعا. هتزور مصر قريب؟ ان شاء الله. ان شاء الله بعد التطويرات اللي بتحصل دي. ايه ان شاء الله ان شاء الله. ايه رأيك في اللي بيعمله مصر دلوقتي؟ بتطور نفسها كويس؟ نعم. اللي مصر بتعمله دلوقتي ان هي بتتقدم، شايف ان هي كويس، بتعمل مشاريع كويسة؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هنستناكم العاصمة الجديدة. طبعا هنستناكم. تمام ان شاء الله. ان شاء الله بنجي عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله هنستناكم، وانا بعزمكم ان شاء الله لما العاصمة الجديدة تخلص، لان مفيش مشكلة ما بين الشعب المصري والشعب التركي. شرفتوني. ما في مشكلة، كلنا نحن اخوان يعني. كلنا اخوات. اخوات ما في اخوان. مفيش اخوان بقى خالص، ما بنحبهمش ولا انتوا بتحبوه. بنت عمي اعطيناها عروسه مصر. يا جماعه دول احنا مناسبينهم، يعني في مصري صديقهم متجوز بنت عمها. يعني انا ممكن اصلا تلاقيني في مره في تركيا بقول لطنط يا طنط انا هتجوز من عندك. شوف متزوجين يعني قاعدين وعاطيين يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله شكرا يديم المحبه ما بين محمود، الشعبين. شكرا. مش مهم انك تسافر، المهم انك تتعلم من السفر معلومة جديدة عنك وانك تعرف. وعشان تحيا لازم تتعافى بطريقة معينة، والطريقة دي انا اخترتها. الطريقة دي هي السفر، هي ان نعرف